نظام التأمين الصحي الجديد اللي اعتمده مجلس النواب، وكان الرئيس السيسي وصى ووزير الصحة إن ده مشروع قومي ويبقى هدية للمصريين. أنا اطلعت عليه وشفته، وهيطبق الأول على بورسعيد في خلال 3 أشهر لأن فيها إمكانيات المستشفيات، وبعدين هيطبق على القاهرة والمحافظات على باقي المراحل في خلال من 3 سنين لحوالي 12 سنة أو 15 سنة. النظام ده حلو جدا لأن هيفصل الخدمة عن الإيراد، وهيفصل يعني مش هيبقى مكان منبع واحد هو اللي بيشرف على التأمين، لا، يبقى في نظام جودة وفي نظام خدمة وفي نظام تحصيل. في انواع كتيره من العمليات ما بتتحسبش كويس. يعني مثلا عملت عمليه لشخص ب 30,000، ما بيدولوش ال 30,000، او بتتعمل يدوا له 10,000 بس. يا اما لو هتتعمل في مستشفى خاصه بالتامين الصحي بنفس الجوده، ده يبقى كلام كويس. لو مش هتعمل كده مش هينفع. احنا لا مؤاخذه عاوزين الخير، يعني زي الرئيس بتاعنا. انا واحد من الناس بحب السيسي. ليه؟ راجل بيبص لقدام ما بيبصش لورا، وراجل عنده انتماء لبلده ولوطنه، واخده بال حضرتك، وخايف على الشعب بتاعه. لو هو ما كانش يعمل كده مش هنقوله ده ريس. ادي العمليه كلها، كل واحد يعامل ضميره في عمله. وتحيا مصر. قانون التأمين الصحي الجديد هو شيء جميل لمصر، وحاجة جديدة ندخل بيها 2018 إن شاء الله. وبالقانون ده إن شاء الله هنسابق الدول الخليجية اللي هي سبقتنا في الموضوع ده أصلا. تأمين شامل لجميع الأسرة، بيتحدد له مبلغ معين من راتب الأسرة، وبيصرف على العمليات وعلى المعاشات. وده شيء احنا التأمين أصلا موجود، بس احنا مش عارفين التطبيق بتاعه كامل. الموظفين، لكن العمالة العادية ما لهاش تأمين. ده طبعا هيشمل الكل. العامل هيشمل كل الناس، ده فشيء جميل، ونتمنى ان شاء الله ان مصر تبقى اعلى واعلى واحسن واحسن. كويس صراحه، ممتاز، لان انا راجل شغال في حكومه بردك وبينفع، وشغال في حكومه. وغير كده هم التامين الصحي بيعملوا عشان يقدروا يوصلوا للناس اللي مش قادره، اللي يقدروا يتعالجوا، فكده صح. الله ينور كده، الحمد لله البلد ماشيه تمام. كويس جدا، وحاجه فيها مصلحه للناس، يعني ان يبقى في رعايه شامله والنسبه كويسه، دي طبعا فيها مصلحه للشعب يعني وللناس. فقرار كويس جدا، وقرار كويس من مجلس النواب، ومشكورا يعني عليه. قرار كويس، قرار الشامل ده بتاع مجلس النواب، وحاجه محترمه وحاجه جميله جدا وكويسه، حاجه قانون محترم جدا، مشكورين عليه. في تاني الناس الفئه التانيه اللي هي ما كانتش، اللي ملهاش خالص، فده هيأثر عليها. ما انت ما تاخديش حاجه من هنا وتاخدي هنا، لازم يبقى فيه نوع من التوازن، عشان خاطر ان احنا مش شعب كلنا موظفين ولا كلنا معاشات، لا، في ناس مش موظفه وفي ناس عماله، فده القانون بالنسبه لها برضه مؤثر عليها. في تيسيرات لاصحاب المعاشات والارامل ونظام تكافل وكرامه جدا، يعني حوالي بتاع 12 مليون واحد هيستفيد. بعد كده الموظفين العاديين بدل 1.5 بيخليها 3% او 2.5، وبعدين الدوله هتتحمل جزء، يعني مفيش اي عبء خالص. وبعدين بعد كده هيبقى نظام ايه بقى؟ الدكتور هيبقى مرتبه هيفوق عشرات الاضعاف اللي بيقبضوا دلوقتي، فهيشتغل. وبعدين هيبقى فيه استشاريين واخصائيين. بس احنا بنوصي برضه بنقول احنا عاوزين يبقى في مكان واحد لاصحاب المعاشات، اما اروح احلل ولا اكشف ولا حاجه ما اروحش كذا حته. وبعدين فاحنا اما وزير الصحه اعلن في المؤتمر ان الخدمه والجوده والتحصيل كل حاجه لوحدها، فده نظام حلو جدا. وبعدين حلو كمان للشباب الاطباء، وبعدين الاستشاريين، لانه مرتبه هيوصل 30,000 جنيه في الشهر، مش هيضطر يشتغل بره، هيضطر يقدم خدمه احسن. نعود معكم مشاهدينا مرة أخرى في العاصمة والناس، وما تبقى لنا من لقاء حواري آخر حول التأمين الصحي وقانون التأمين الصحي الشامل الاجتماعي الجديد. معنا طرفين مهمين جدا في هذه المنظومة. شرفنا النهارده على هواء قناة القاهرة وفي العاصمة والناس أستاذ الدكتور حسن الخولي، كبير الأطباء بالقصر العيني. دكتور نورتنا وسعدتنا. يا أهلا بحضرتك، وكل سنة وحضرتك طيب. حضرتك طيب. وقناة القاهرة وبرنامج القاهرة والناس.
العاصمة كمان والناس. ينضم الينا دكتور محفوظ رمزي عطيه، عضو النقابه العامه لصيادله القاهره. دكتور نورتنا وسعدتنا. اهلا بك يا فندم. اسمح لي دكتور محفوظ، ابدا مع دكتور حسن. دكتور حسن، انت طبيب في قصر العيني متلاحم بشكل كبير جدا مع المرضى، وعاصرت القانون القديم للتامين الصحي، ورأيت بعينك أو رأينا كما رأينا نحن القانون الجديد وبعد صدوره من مجلس النواب. ممكن نعمل مقارنة بين القانون القديم والجديد، يعني شكله إزاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا بصفة طبيب أنا عاصرت قانون التأمين الصحي القديم منذ أن بدأ العمل به، لأني غير القصر العيني وغير إن أنا طبيب، إحنا كبرايفت أو كأطباء في المعامل وفي المراكز بتاعتنا إحنا متعاقدين مع التأمين الصحي على قانون التأمين الصحي القديم. تمام. للمنتفعين بالتأمين الصحي سواء موظفين أو طلبة أو معاشات أو أرامل. كان قانون التأمين الصحي القديم كان فيه قصور بعض الشيء، إن هو بيغطي جزء من الأمراض وبيغطيش جزء تاني، بيغطي جزء من التحاليل ما بيغطيش كل التحاليل بنسبة 100%، بيغطي جزء من الأشعاعات ما بيغطيش كل التحاليل بنسبة 100%. فأنا أحيانا بصفتي رجل استشاري تحاليل طبية وبشتغل في القصر العيني وفي بنك الدم، متعاقد على التحاليل الطبية في المعامل الخاصة بتاعتي وبدون ذكر أسماء عشان ما يبقاش إن فيها دعاية. كان بيجي لي مرضى أنا متعاقد بلستة تحاليل معينة مع الهيئة العامة للتأمين الصحي، تحاليل معينه وكاتيجوريز معينه. المريض اما يروح عيادات التامين الصحي الشامله او مستشفيات التامين الصحي ومش موجوده عندهم هذه التحاليل كان بيحولها بره. متعاقدين على حوالي 80 او 85% من التحاليل، وفي 15% من التحاليل مش متعاقدين عليها. فكان مستحيل ان الطبيب المعالج في التامين الصحي ان هو يكتب الجزء ال15% اللي مش متعاقد انا معاهم مع التامين الصحي. يعمل ايه؟ لا ما كنتش اقدر اعمله له. لو كتبوا في جواب وفي خطاب تحويل للمعامل ما كنتش بقدر اعمله له لان انا مش متعاقد عليه. وحتى صحيح. لو عملته له الهيئه العامه للتامين الصحي والحسابات بتاعتها مش هتحاسبني عليه كبرايفت. فكان في جزء المريض ما بيستفيدش بيه اللي هم ال 15 او ال 20% من التحاليل اللي مش متعاقدين معاهم مع الهيئه. كذلك الحال بينطبق على بعض الاشعاعات وعلى بعض الفحوصات وعلى بعض الخدمات اللي ممكن المريض يبقى محتاجها بصفه عاجله وعشان صحته وما يقدرش يعملها في القانون القديم. في القانون الجديد الحمد لله بنسبه 100% تقريبا كل الامراض وكل التحاليل وكل الاشعاعات مدرجه تحت مظله التامين الصحي، وهيستفيد المريض الفقير، المريض الغلبان قبل المريض المقتدر هيستفيد بقانون التامين الصحي الجديد لانه بقى يغطي كل الامراض وكل الفحوصات وكل الاشعاعات وكل التحاليل. وكمان خد كل الشرائح وخد كل شرائح المجتمع اللي كانت مهمله ومهمشه وما كانش لها انها تقدر تتعالج صحيح. ولا تقدر تلاقي صحتها كويسه. لا خلاص الحمد لله قانون التامين الصحي الجديد غطى كل هذه الفئات وكل الامراض وكل صحيح. التحاليل وكل الاشعاعات. طيب اسمح لي دكتور انتقل وهرجع لك تاني الكلمه عشان يعني انت في عمق التخصص داخل المستشفيات والتعامل مع الناس ومشكلات الناس امام عينيك على طول. يعني دكتور محفوظ انت صيدلي ونقابه الصيادله، كيف رايت هذا القانون الجديد؟ مميزاته، وهل هناك يعني بعض المشكلات داخل القانون تراها كنقيب في نقابه الصيادله مثلا؟ هو مشروع قانون التامين الصحي الاجتماعي الشامل طبعا ده مشروع مصر كلها بتنتظره منذ سنوات طويله. صحيح. في كان بعض النقاط فيه كان في خلاف فيها، لكن مجلس الشعب واللجان المختصه نظرت للنقاط ديت، وفي الاخر كلنا كنقابه او كمواطنين مصريين بنبص على الصالح العام للشعب المصري بشكل عام. قانون التامين الصحي الاجتماعي الشامل فيه ميزه مهمه جدا انه شمل كل المصريين. يعني القانون القديم كان مش كل الناس متغطيه، كان صحيح. بعض الفئات بعض الاشخاص، لكن دلوقتي المصريين كلهم متغطين موجودين تحت واجباري تحت مظله يعني تحت الجميع واجباري. عشان بس النقطه دي مهمه جدا ان مفيش حد يقدر يقول والله انا عندي تامين صحي خاص بره. لا، انت طالما ارتضينا انك تعيش تحت سقف تحت سماء مصر المحروسه فبالتالي لابد ان تشترك لكل في المنظومه الصحيه. احنا قصتنا كانت طبعا يعني في احد المواد المهمه جدا في القانون ماده 23 اللي هي عندنا حضرتك احنا في التامين الصحي الاجتماعي في 3 هيئات و3 هيئات منفصلين عن بعض. هيئه التامين الصحي نفسه، هيئه التامين، في هيئه حاجه اسمها هيئه الرعايه الصحيه، في حاجه اسمها هيئه الاعتماد والجوده. تمام. في ماده 23 هو ادى الحق لهيئه الرعايه الصحيه اللي هي بتقدم الخدمه انها تنشئ صيدليات،
ودي اللي كانت بتتعارض مع رغبه النقابه انها تحافظ على مكتسبات الصيادله احنا عندنا 70,000 صيدليه. طب حضرتك كهيئه رعايه لو انشات صيدليات، طب انا هروح فين؟ صحيح. وبعدين هو برضه حط جزء في القانون مهم جدا، ان هو يتعاقد مع مقدم الخدمه متى دعت الحاجه. يعني التعاقد مش اجباري، هو بيعمل لك هيئه الاعتماد والجوده بتعمل اشتراطات صحيه معينه للعياده او للمستشفى عشان تشترك في مظله التامين الصحي. حضرتك انا صيدلي، طب انا فاتح في قريه، طب هتيجي تقول مثلا ده اشترى 50، يعني اصل في ماده في القانون، ماده 11 في قانون وزاره الصيدله بتقول ايه؟ ان وزير الصحه هو اللي بيصدر الاشتراطات الصحيه الخاصه بالصيدليات. تمام. طب انا دلوقتي الصيدليات بتاعتي معظمها صيدلتي رخصت على من فتره كبيره جدا ما تقلش عن 25 متر. طب في الصيدليات دلوقتي 300 متر. صحيح. بس في صيدليات في مناطق شعبيه 25 متر 30 متر. في قرى وفي قرى وبيقدم خدمه صحيه محترمه جدا للصحه وفي مناطق فقيره. طب لو جاء دلوقتي الوزير صدر بكره قرار قال لك انا الاشتراطات الصحيه للصيدليه 50 متر. صحيح. طب ما ده هيئه الاعتماد والجوده هتبص على اخر اشتراطات صحيه واخر تحديث اصدار وزير، طب انا اروح فين؟ دي نقطه محوريه جدا. في حته تانية مهمه، يعني قصد حضرتك لازم يطلع تفسير. هو للاسف القانون مر بالشكل ده، وكان احنا كان في النقابه ضغط بشتى الطرق، بس طبعا يعني كان في رغبه جامحه ان القانون يطلع عشان خاطر يعني الناس تستفيد منه. صحيح. طيب في ماده تانية بتقول في قانون التامين الصحي، في قانون وزاره مهن الصيدله، اني من حق في حاجه اسمها صيدليات خاصه، الصيدليات العامه صيدليته وصيدليه الدكتور حسن حضرتك اللي موجوده في الشارع، الموجوده في الشارع المصري. الصيدليات الخاصه صيدليات المستشفيات. من سنه 55 القانون اتاح للمستشفيات انها تنشئ صيدليات فيها. طب ليه؟ يا جماعه احنا لازم يكون في قانون عندي، ما اقول لك انا اصل القانون بيديني الحق. تمام، القانون طبقا للقانون وزاره الصيدله كراجل مسؤول عن الصحه في مصر بيديك الحق انك تفتح صيدليات في المستشفيات الخاصه. مظبوط؟ طب القانون ده صدر امتى؟ في 55. طب ايه اللي خلى المشرع في الوقت ده يدي الصلاحيه للمستشفى انها تفتح صيدليه؟ لان كان عدد صيادله مصر لا يتعدى 1000 صيدلي. وكان مصر كبيره جدا. صحيح. انا ماليش علاقه بالعدد. انا بتكلم على المحافظات، زي ما احنا محافظتنا محافظتين او محافظه من كام سنه، لكن عشان هو يضمن ان الخدمه والدواء يصل لكل مريض في مساحات جغرافيه كبيره، فادى المساحه وادى الحق للمستشفى تفتح صيدليه، لدرجه انه في ماده 40 كان مدي الحق للطبيب ان لو اقرب صيدليه ليه تزيد عن 5000 متر او 5 كيلو من حقه يبيع ادويه في العياده. طبعا الماده دي خلاص دلوقتي هي ما زالت موجوده، لان هي استحاله التحقيق بين طبيب وبين صيدليه باش موجود. فاحنا كنا بنبص ان احنا عايزين اهم في القانون. طبعا احنا عندنا في مصر وبشكل عام اهم حاجه الاستدامه. الاستدامه استمراريه نجاح المنظومه او كيفيه تطبيق النو هاو. دي مهمه جدا. صحيح. دي مهمه اهم جدا. حاجه عشان نجاح وانا لما بطلب، انا كنقابه لما بطلب حق من حقوق، او حتى الدكتور حسن كراجل طبيب يطلب حق من حقوق، هو مش بيطلب حق من حقوق عشان عايز يستفيد من المطالب، فهو لا، انا بطلب حق من حقوق لان انا جزء رئيسي في المجتمع. صحيح. وجزء رئيسي من مقدم الخدمه. فانا كطبيب او صيدلي انت ضلع مهم جدا. انا كطبيب لا يا فندم، بقول لك ده في مشكله في مصر، ان للاسف الشديد على مر العصور الصيدله، احنا طبعا كنقابه نتحمل جزء المسؤوليه، واحنا كصيدله نتحمل جزء، والتعليم الصيدلي يتحمل جزء المسؤوليه، بس احنا على مر العصور في مصر لو قارنا بين المستشفى، يعني دور الصيدلي في الخارج ودوره في مصر، لا الامر يختلف. مش هنقول دوره في الخارج، احنا هنقول مستشفى 57 357. طب هرجع لك تاني عشان تقول لي دور الصيدلي في مصر ودور الصيدلي في الخارج، ونشوف ده الحدوته ماشيه ازاي. بعد ما انتقل الدكتور حسن، انت ملامس للمواطنين اللي يخدموا على المستشفيات ومستشفى قصر العيني على وجه الخصوص. طيب احنا عشان نطبق صح لازم نعرف مشكلتنا عشان نعالج، ما يحصلناش ازمه تانية ونقع في أيوه. في المحظور يعني. طيب احنا عندنا مشكلات في مستشفياتنا حقيقي. كيفيه تطبيق هذه المنظومه المحترمه الرائعه اللي هتخدم كل الشعب المصري مع وجود بعض المشكلات في داخل المستشفيات. استاذ صلاح، المشكله دايما في اي حاجه وفي اي مشروع هي التمويل. اي مشروع طالما ضمننا له تمويل جيد ومستديم ودائم ان شاء الله هينجح وهيستمر ان شاء الله. اي مشكله لاي حاجه في الدنيا بتبقى قصور في التمويل. قانون التامين الصحي الجديد اما اتعمل زي ما اخونا الدكتور محفوظ رمزي قال ان في 3 هيئات منوطه بتنفيذ قانون التامين الصحي الشامل. صحيح. اول حاجه هيئه الرعايه الصحيه اللي هي منوط بيها المنافذ اللي بتقدم الخدمه.
المنافذ اللي بتقدم الخدمه لمريض التامين الصحي او لمنتفع التامين الصحي على مستوى الجمهوريه، انا لازم هستفيد بالكيانات اللي موجوده على الارض، اللي موجوده على الارض، صحيح. الامكانيات اللي موجوده ورؤوس الاموال اللي موجوده. ازاي؟ بالنسبه للتامين الصحي هو قائم بالفعل وبيأدي خدمه في القانون القديم، وهنفضل لحد 2032 نأدي خدمه صحيح. للمحافظات اللي ما دخلهاش قانون التامين الصحي الجديد بالمنظومه القديمه. صحيح. فين؟ عندنا عيادات اسمها عيادات التامين الصحي الشامله في كل المحافظات وفي صحيح. كل المدن وفي كل مراكز الجمهوريه. وعندنا بعد العيادات الشامله اللي بتقدم خدمه للمريض اللي هو بيكشف ويخرج في نفس اليوم، عندنا مستشفيات تابعه لهيئه التامين الصحي، زي مستشفى التامين الصحي في بنها، مستشفى التامين الصحي في شبرا، مستشفى الهلال للتامين الصحي في شبين الكوم. طيب عندنا حاجه تانية، هو اما هيفتح منافذ لتقديم الخدمه لمريض التامين الصحي مش هيكتفي بمستشفيات التامين الصحي القائمه ولا بعيادات التامين الصحي الشامله، لا، ده هيدخل المستشفيات اللي هيئه الاعتماد والجوده اللي قال عليها اخونا الدكتور محفوظ. الجزئيه دي انا عندي مستشفيات الاعتماد والجوده. ايه هيئه الاعتماد والجوده؟ انا راجل امتلك مستشفى خاص في كفر من الكفور في مدينه من المدن، وبينطبق عليا معايير الجودة والاعتماد اللي عاملاها الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل. صحيح. يبقى أنا من حقي إن أنا أتقدم وأتعاقد مع الهيئة لتقديم خدمة طبية متميزة طالما ينطبق عليا الشروط والمواصفات اللي حطاها هيئة الاعتماد والجودة. يتبقى الأخرانية اللي هي هيئة التأمين الصحي اللي منوط بيها إيه؟ التمويل والإدارة، اللي هي هتمول والإدارة. طبعا هم عاملين مصادر تمويل لقانون التأمين الصحي عشان خاطر التأمين الصحي الشامل، سواء من التراخيص، سواء من الكارتة بتاعة المواصلات، سواء من كذا من كذا، من السجاير، من الضرايب، من كذا، سواء من اشتراكات المواطنين. في 140 مليار، في 140 مليار جاهزين ان هم يتصرفوا على المنافذ وعلى المستشفيات وعلى العيادات اللي بتقدم خدمه. ده حتى هم قالوا كمان في القانون الصحي التأمين الصحي الجديد ان يحق لمستشفيات الشرطة والجيش الدخول لتقديم الخدمة الطبية لمنتفع التأمين الصحي طالما تنطبق عليهم المعايير اللي بتاعت هيئة الاعتماد والجودة. يبقى إذن أنا ما عنديش دلوقتي قصور في أي إمكانيات، لأننا الإمكانيات مفتوحة لمريض التأمين الصحي وفي الأماكن اللي بتقدم خدمة طبية متميزة. يعني مثلا على سبيل المثال في مستشفيات خاصة كبيرة، مستشفيات الجيش، مستشفيات الشرطة، فيها المستشفيات الجامعية فيها إمكانيات هائلة لتقديم خدمة طبية متميزة لمين؟ لمريض التأمين الصحي. صحيح. بشرط إن هي هتقدم خدمة طالما انطبقت عليها معايير الإيه؟ الجودة والاعتماد، وفي مصادر الايه؟ التمويل موجود. صحيح. يبقى انا اذا ما عنديش مريض مش هاجي بقى في مره من المرات اقول ده مستشفى التامين الصحي مثلا في مدينه نصر او في بنها او في الهلال او في اي حته ما فيهاش الخدمه ديت وانا هضطر احول المريض لكذا. ليه؟ المريض من حقه ان هو يختار المكان اللي هيتعالج فيه طالما فيه الامكانيات المتاحه واللي هتناسب حالته، ومش هيبقى فيه تقصير في اي حاجه للمريض على مستوى سواء عمليات، سواء قسطره في القلب، سواء عمليه قلب مفتوح، سواء اي حاجه المريض محتاجها. ليه؟ صحيح. المريض بيدفع فلوس مقابل خدمه هتقدم له. صحيح. وفي شرائح هتتعمل وفيه كلام، والدولة هتتحمل التأمين الصحي لغير القادرين ل 23 مليون و7 مليون مواطن. صحيح. هتتحملهم الدولة اللي هي الميزانية اللي هتدفع بيها الدولة من الضرائب ومن التراخيص ومن كذا وكذا. ولذلك أنا معلش ردا على أخويا الدكتور محفوظ أو في الكلام اللي كان في الفاصل، أنا معلش أنا مش هزعل أما أبقى أنا راجل مقتدر مش هستفيد من التأمين الصحي في المرحلة ديت، بس هدفع. نظام التأمين الصحي نظام تكافلي وممكن يجي عليك يوم تحتاجه، ويجي عليهم تحتاجه. صحيح. فانا مش هزعل ان انا هدفع 4 5 6 سنين في منظومه التامين الصحي اشتراك ومش هستفيد بيه، لان انا هيجي لي يوم من الايام او ابني في يوم من الايام هيستفيد بيه اللي هو صغير اللي انا دفعت له. دي قناعات يا دكتور، يعني عشان نوصل دي هذه القناعه ولازم نقتنع بيها استاذ صلاح، لازم نقتنع بيها، لان نظام التامين الصحي ده نظام تكافلي. صحيح. في اي حته في الدنيا نظام تكافلي، انا لازم اتكافل انا وحضرتك والدكتور محفوظ واخويا واختي علشان نقدم خدمه طبيه. صحيح. انا صحيح وربنا اداني الصحه، بس في جاري ربنا ابتلاه بمرض. ده قمه لازم هذا التفكير، ده قمه الروعه وقمه الاداء. دكتور، طيب عشان هرجع لك تاني واسالك انه في البلاد الاوروبيه كل الاطباء والمستشفيات تحت هذه المنظومه اللي هي اسمها منظومه التامين الصحي الشامل، ومنظومه يعني بتسير زي الساعه زي ما بيقولوا يعني، تمام؟ والدكتور ما بيشتغلش في عياده، ملوش عياده خارجيه، مستشفى بس. الدكتور والطبيب طبعا المواطن محتاج يعني دكتور، محتاج يعني فلوس، يعني مرتب كويس. وكان في هناك تصريح لنائب وزير الماليه انه الطبيب بعد تطبيق هذه المنظومه
يصل الى مرتبه الى 30,000 جنيه. سمعنا هذا الكلام. وزير الصحه يعني كان وزير الصحه. نرجع تاني ونتكلم على الجزئيه دي بعد ما انتقل للدكتور محفوظ. دكتور محفوظ، انت قلت لي فروقات بين الصيدلي هنا والصيدلي هناك. فروقات شديده جدا يعني كبيره جدا، وللاسف بتاثر في النهايه على المخرجات الخدمه الصحيه. يعني حضرتك في حاجه اسمها، حتى هم في القانون في هيئه الرعايه الصحيه وفي هيئه التامين الصحي جايبين حد اسمه خبير في اقتصاديات الصحه. الخبير ده طبعا يعني مش اي حد، خبير معتمد وموضوع كبير جدا يعني. فاحنا لما نتكلم على في فرق بين اقتصادات الصحه والخدمات الصحيه، فرق شاسع بينهم. نتكلم على البرودكت النهائي، المنتج النهائي للخدمات الصحيه، بنتكلم مثلا بقول انا يعني هشرح الامر بطريقه بسيطه. تمام. لما يكون انا عندي الدكتور حسن ده راجل طبيب بيعمل تشخيص للمرض وبيكتب العلاج وبيروح يعني في صيدلي موجود معاه في المستشفى زي اي دوله محترمه بتعمل كده يعني. فالجرعات بالتعاون بين الطبيب وبين الصيدلي، الدوز دي مهمه جدا، تظبيط الجرعه. خلي بالك من حاجه، في بعض الاثار الجانبيه والسلبيه اللي بتحصل تراكميه ما بتحسش بيها الا ممكن بعد سنه واثنين وثلاثه. الدوز الصغيره دي، الحته الصغيره دي الصغيره قوي دي ممكن. دكتوره مقاطعه سريعه وهسكت. تظبيط الجرعه دي في كل الادويه ولا ده في ادويه بتبقى حساسه جدا. في حاجه اسمها في ادويه بتبقى في الجرعه دوز دي دوز معينه لا بامر في منتهى الخطوره. تمام. في التغذيه حتى عارف التغذيه بتاكل ما تاكلش وده قبل الاكل ولا بعد الاكل. تفاعلات دوائيه مهمه جدا، التفاعلات الدوائيه. تلقى مثلا علاج روشته مكتوبه لك دواء مع دواء، الاثنين ما تاخدوش مع بعض، مشكله كبيره جدا. طب دي ما احنا لا انا بص هقول لحضرتك، انا مش عايز انا منتهى الخطوره يعني. هل الدكتور اللي بيكتب الروشته ده بص يا فندم، الدكتور الطبيب للمريض وخلاص؟ لا ما هقول لك الحاجه، هي الطبيب برضو احنا عندنا المنظومه الصحيه في مصر احنا محتاجين فعلا ان احنا يعني طبعا احنا الحمد لله كويسين جدا سواء صيادله او اطباء. والاطباء في مصر شاطرين جدا وناس وعشان كده ما بيطلعوا بره على كفاءه يعني معلش يعني في اطباء لو كانوا قعدوا هنا ما كانش اسمائهم شوف حضرتك عامله ازاي، ما كانش بقوا. بس الفكره في السيستم، النظام. فاحنا بنقول يا جماعه يدا بيد الطبيب مع الصيدلي. انا عايز اقول لحضرتك يعني لو اي اعلام يطلع يعمل نظره واحده بس المستشفى يشوف الصيدلي والطبيب هناك عامل ايه. صيدلي في حاجه اسمها صيدلي نووي يا فندم. اسمح لي برضو اعمل مقاطعه. اتفضل. كلمتين وهسكت برضو كمان. اتفضل. يعني ده يعني انه يحصل توأمه بين طبيب معالج توأمه وصيدلي معين. يعني انا عارف انه هروح للدكتور حسن هيبعتني يقول لي روح هات الدواء من دكتور محفوظ. ما فيش عندنا في مصر في المهن الطبيه للاسف الشديد اتعملت. كان احنا كنا قدمنا الموضوع ده في المهن الطبيه واحنا ان شاء الله كان نقابه صيدله ماشيين فيه يعني. كود اوف اسكس كده، ميثاق شرف يتعمل بين الاطباء وبين الصيادله. احنا يعني لان احنا كلنا اخوات وفي الاخر يهمنا في الاخر الطبيب يهمنا في الاخر المريض واحنا بنتعامل مع بعض. يعني عارف حضرتك القصه ان في مشكله كبيره جدا في القائم في العمل العام عن ممثل الاطباء او الصيادله. في الاخر انا بتحدث وبطلب طلبات عشان ارضي اعضاء الجمعيه العموميه، ودي اخطر حاجه. احنا يا جماعه تعالوا نبص على الارض المشتركه الكبيره اللي بيننا. احنا نقدر نعمل شغل كبير جدا بيننا، وخاصه في المنظومه الصحيه اللي جاي حضرتك دي. الدكتور حسن قادر في النقطه ديت. في نقطه هي ايه معلش معذره برضو انا هقول لحضرتك بس يعني ملحه. يعني ايه الارض المشتركه بينكم؟ بص يا فندم، احنا عندنا في الدواء في حوالي 1200 موليكولز اسم علمي في مصر. مستحيل اي طبيب في مصر ولا في العالم يقدر يستوعب كل المواد الفعاله دي. صحيح. مستحيل. في كندا الطبيب بيكتب الروشته، لو الصيدلي غلط حتى لو الطبيب غلط في الجرعه العقاب الصيدلي شد، ممكن تسحب من الرخصه للابد. يعني الموضوع ما فيهوش. فاحنا بنقول يا جماعه احنا في موضوع التامين ده فرصه كبيره جدا الصيادله هيبقوا ممثلين في المستشفيات. ان يحصل يا جماعه في زي تعاون بين الصيادله لصالح المريض، لان حضرتك المريض لما هو الاساس التشخيص صح، الدوز تبقى مظبوطه 100%، طريقه العلاج قبل او بعد الاكل مظبوطه 100%، ده في الاخر هياثر عليه يا فندم. على فكره الموضوع مش صحه بس، برافو، لا ده كمان حاجه ثانيه. ده تنميه اقتصاديه. طبعا. ليه حضرتك ليه؟ ما احنا اللفه دي كلها عشان التنميه اقتصاديه. لان الموضوع على فكره موضوع التامين الصحي ليس الغرض منه اجتماعي فقط، واللي فاهم كده بيبقى واهم. لا، المقصود في اي دوله في العالم بناء التنميه. عارف الدول اللي بره بتهتم المواطن بتاعها مش عاطفه، لا
اقتصاد. يقول لك انا الاستاذ صلاح ده لما ياخد علاجه مظبوط وصحته تبقى كويسه صحيح هيجي لي في البرنامج مظبوط، هيأدي كويس صحيح. في الاخر هيعمل تنميه في البرنامج، هيعمل تنميه في الدوله، صحيح. في الاخر اثر على التنميه الاقتصاديه وعلى دخل الدوله. شوف الفكر. وده في خبير، في راجل بتاع اللي واخد جائزه نوبل في 2015، راجل نوبل انجوس ستيوارت دايتون، ده كان واخد جائزه نوبل في 2015 اقتصاديات بالذات في الدول الناميه. هو ربط بين اقتصاد كل دوله مش بدخل الفرد بس، لا انت بتستهلك دخلك ده في ايه؟ ده اقتصاد، وده وحلل جزء المنظومه الصحيه. الدول للاسف الشديد احنا عندنا مشكله في الدول الناميه والدول الافريقيه بشكل خاص، يعني انه بيهتم بالعلاج اكتر ونسي جزء مهم جدا، الوقايه. دي معلش برضه عشان كلام كتير قوي. الوقايه هو الجزء الاول من أي دولة في أي دولة يعني ابدا بيها الاول، يعني ابدا بيها. هرجع لك وازاي نبدا بالوقايه انتقل مع دكتور حسن. عشان نطبق المنظومه تبقى زي منظومه عالميه، الدكاتره يبقوا مبسوطين تمام ويقدموا خدمه نموذجيه للمواطنين المصريين يشعر بها مباشره المواطن المصري البسيط قبل اللي قادر. يعني البسيط هو محتاج يشعر بهذه المنظومه، والطبيب هو على راس المنظومه يبقى مرتاح. كمان احنا مش عاوزين ننسى في منظومه مهمه جدا، التمريض والتدريب والكلام ده كله. اتفضل. انا عايز بس اعمل تعقيب بسيط على كلام اخويا الدكتور محفوظ. انت حضرتك سالت سؤال انا مستفيد في غايه الاهميه، المشاهدين هم المستفيدين في غايه الاهميه. الرائع. انت حضرتك قلت نقطه في غايه الاهميه، ايه الارضيه المشتركه ما بين الطبيب والصيدلي؟ تمام. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، ان في قسم، انا بتكلم بقى طبعا بحكم ان انا بجمع ما بين الاثنين، انا طبيب وزوجتي صيدلانيه، ويعني بيت فبقول لسيادتك ان دايما بنقعد نتكلم، هم طالع عندهم ماجستير في كليه الصيدله اسمه الصيدله الاكلينيكيه، كلينيكال فارماسي. الصيدله الاكلينيكيه، الكلينيكال فارماسي ده اللي كل الصيادله بيجروا دلوقتي وبيسجلوا تبع وزاره الصحه ان هم ياخدوا ماجستير في الصيدله الاكلينيكيه او كلينيكال فارماسي. انا كطبيب بيقتصر دوري دلوقتي ان انا بشخص له، اكتب له تشخيص المرض، وهو يكتب الجرعات والمواعيد والمده والعلاج وكل حاجه. ما بقيتش اكتب دواء زي زمان. المفروض ان النظام الجديد في الطب دلوقتي الطبيب بيشخص. يعني حضرتك تاني طبيب معذره يا دكتور، اتفضل. يعني حضرتك تقول انه المريض ده عنده مرض او تعبان كذا، الراجل ده عنده ريكتس، عنده برونكيال ازمه، ما بتكتبش عنده نيمونيا، ما تكتبش يعني عنده التهاب رئوي، عنده نيمونيا، عنده برونكيال ازمه، عنده اي حاجه، وبسيب روشته فاضيه للصيدلي اللي واخد صيدله اكلينيكيه، هو اللي يعبي الروشته دواء ويكتب مواعيد الدواء وجرعاته ومدته وامتى يقف وامتى يتاخد قبل وبعد الاكل وكل الكلام ده. ده الموجود في الكلينيكال فارماسي اللي كل الناس شغاله بقى في العالم دلوقتي. يعني ده هو دي ارضيه مشتركه بقى. تمام يا دكتور، يعني قمه التعاون. معذره يا دكتور هقطعك واسكت برضه. اتفضل. يعني ده يعني انه المرحله القادمه تستدعي من الاطباء الافاضل والصيادله الافاضل انه اثنين يبقوا موجودين في يكملوا مكان بعض واحد، نصين، في مكان واحد، نصين، عياده واحده. يعني لو افترضنا عياده نصين، طبيب المشخص والصيدلي المعالج صحيح، بما يكفل كل. اولا هو اللي عارف طبعا السايد افكتس او الاثار الجانبيه بتاعه الدواء، وهو اللي عارف الكومبليكيشنز اللي هي المضاعفات بتاعه الدواء، وهو اللي عارف الاكتيف انجريدينتس اللي هي المواد الفعاله في كل دواء، وهو اللي عارف. انا كطبيب انا مش هحفظ ال 1200 و1500 دواء اللي موجودين في السوق اطلاقا. احنا عندنا ماده في ثالثه طب كلنا بنزهق منها قوي، اسمها الفارماكولوجي. الفارماكولوجي ديت اصعب ماده كانت بتزهق علم الادويه، كليه الطب اللي هي علم الادويه، وطلبه الطب من كليه الطب هي الماده ديت. هم عندهم في كليه الصيدله الماده دي بياخدوها من سنه اولى لحد سنه 5 كلها فارما، سواء بقى فارما دوائيه، فارما سيرابيوتكس، فارما مش عارف ايه، كل الكلام ده هم بيدرسوه. طب ما انا اسيب لهم الحته دي بتاعتهم، انا اشخص كطبيب دارس طب واشخص كويس قوي، اعمل شغلتي واديله التشخيص، اقول له عالج بقى الايه المريض ده. في كل المستشفيات الكبيره في العالم بتعمل هذا الكلام. فاذا انا لازم يبقى دوري ودور الصيدلي مكمل ليا، ما يبقاش فيه اي تناحر، لا ده لازم يبقى فيه اتفاق تام وتعاون تام ومثمر ما بين الاثنين. يعني هم قالوا اندماج. الحاجه بقى الثانيه اللي انا عايز اقولها لسيادتك، ان احنا دلوقتي احنا بنتكلم على نظام تامين صحي شامل اجتماعي. نظام التامين الصحي الشامل الاجتماعي ده هو لا يتم الا بتعاون الطبيب والصيدلي في مستشفيات كبرى. انا عندي امكانيات وامكانات غير مستغله على الارض موجوده وتبع وزاره الصحه. على سبيل المثال لا الحصر،
انا عندي مستشفيات تكامل على مستوى جمهوريه مصر العربيه اتعملت في عهد الوزير المحترم الله يمسيه بالخير الدكتور اسماعيل سلام، عددهم 516 مستشفى على مستوى الجمهوريه، تقريبا بنسبه 40% او 50% غير مستغلين في الرعايه الصحيه الاوليه اللي هي ايه؟ تطعيمات، تنظيم اسره، مش عارف ايه، بالرغم ان هم اتعملوا علشان تبقى مستشفيات تكامل. مستشفيات التكامل يعني ايه؟ يعني انا يدخل لي المريض يعمل عمليه ويخرج تاني يوم عمليات اليوم الواحد تتعمل فيها الاشعاعات، التحاليل، الاسنان، الغسيل الكلوي، حاجات مهمه تعمل مستشفى التكامل. انا اعتقد ان التامين الصحي الشامل هيستغل هذه المستشفيات، الامكانيات اللي موجوده، رؤوس الاموال اللي اتصرف عليها ملايين، كل مستشفى اتصرف عليها 10 مليون جنيه سنه 2006 2005 ولحد دلوقتي لم يتم الاستفاده منها بالشكل المظبوط. فلما يتعمل التامين الصحي الشامل هيستغل هذه المستشفيات وامكانياتها باطبائها، باطباء اسنانها، صحيح. بصيادلتها، بدكاتره تنظيمها، في المقابل ان انا اعوض الطبيب تعويض مادي كويس قوي مريح يضمن له حياه كريمه. صحيح. مش محتاج يفتح عياده. صحيح. يبقى انا هيجي لي العيان. زمان كانت الناس تشتكي من ايه؟ انا هو ده بتاعي. زمان كانت الناس تشتكي من ايه؟ الدكتور يقول لك لا تامين صحي، انا مش هروح التامين الصحي، لا ده الدكتور كشف عليا على الواقف، لا ده ما كشفش عليا باهتمام، ده ما كشفش. اما الطبيب يعوض ماديا ويبقى طبيب مسؤول عن المريض ودماغه مش مشغوله بعياده، مش مشغوله باي مشاكل اسريه اجتماعيه، هيقدم خدمه طبيه متميزه، وخصوصا ان كل الامكانيات متاحه تحت ايده. بمعنى ايه؟ انا لو طلبت للعيان سي تي، اشعه مقطعيه هلاقيها، اشعه بالرنين مغناطيسي هلاقيها، تحاليل ايا كانت انواعها هلاقيها، اي فحوصات دوبلر او على الشرايين او الاورده هلاقيها. صحيح. فاذا التامين الصحي موفر لي امكانيات، موفر لي اجهزه، موفر لي مؤهلات النجاح والتشخيص والعلاج، موفر لي يا دكتور حاجات كتيره جدا، وخصوصا جدا اما يبقى فيه صيدلي متعاون، وده دور نقابه الصيادله وانا بحمل عليهم مسؤوليه كبيره قوي. يا دكتور اتفضل. كلامكم يعني بديع ورائع وافكار عبقريه، بس اليات تطبيق هذه الافكار، يعني هل هناك تعارض بين الساده الصيادله والساده الاطباء انه تحصل هذه التوأمه اللي بنتكلم عليها دلوقتي سهله، ولا في تعارض؟ خلاص لو دخلنا كلنا تحت هذه المنظومه، منظومه التامين الصحي الشامل، مش هيحصل تعارض. استاذ صلاح، اما نبقى كلنا مستفيدين ماديا، كلنا متساويين في كفه واحده، مفيش تمييز. على فكره في قانون طلع قريب قوي في وزاره الصحه، ويمكن الدكتور محفوظ يسمع عنه بصفته عضو نقابه الصيادله في القاهره، ان كان زمان ان اللي يمسك مدير مستشفى او مدير مركز كان لازم يبقى ايه؟ طبيب بشري. لا اتلغى الكلام ده. الصيادله والاسنان دلوقتي، الصيادله والاسنان والعلاج الطبيعي والطبيب البشري بقى من حقه يمسك مدير مستشفى ومدير اداره طبيه. انا عندي في اشمون مدير اداره اشمون راجل محترم طبيب اسنان دكتور معتمد يوسف. انا بقول لحضرتك ان ده زال الفوارق ما بين اطباء الاسنان والصيادله واصحاب المهنه الواحده. طب انا هقطعك برضه، الجزئيه دي برضه مهمه جدا. الاداره، يعني حضرتك دكتور حسن طبيب ناجح جدا لكن مش غاوي اداره. دكتور محفوظ صيدلي ناجح جدا بس غاوي اداره، اسيبه. يعني هي مش قضيه ان ما ينفعش في تدرج وظيفي. خاصه انت عندك كمان اللي بيمسك مستشفى، زي ما بيجيش واحد يقول لك تعال امسك فلان عشان هو لا، هو عنده مؤهلات وعنده دورات وعنده شهادات قبل كده، هو راجل يصلح في هذا المكان. صحيح. والتجربه هتثبت اذا كان هو فشل او نجح. صحيح. يعني هي القصه في ايه؟ ان يبقى عندك اخلاص في العمل، ان يا جماعه لازم احنا نحط الراجل المناسب في المكان المناسب، وده كله برضه لصالح الدوله. حتى في موضوع التامين يا فندم، حتى هم يعني في الناس بتسال، حتى انا شفت في الفاصل في التقرير عن انا مش موجود، واحد بيقول لهم احنا لا انت موجود، كل الناس موجوده كله. على فكره في ناس لو قرت التامين ال 70 ال 50 60 ورقه اللي قروهم دول، هو ممكن يلقى رقم. هو انا طب انا فين؟ طب انا راجل انا اسف يعني هو الناس لسه يعني ده دورنا كاعلام انه نقول يا جماعه حتى عارف يا فندم حتى انا اسف يعني انا اسف في اللفظ، حتى ما يعني انا اسف ماسح الاحذيه الموجود في الشارع موجود وخاضع لقانون اجتماعي برقم موجود في القانون. صحيح. يعني انت ما تفتكرش انك هتهرب، لا هتدفع. هتدفع. في عندي 3 حاجات مهمين جدا في القانون عشان بس الناس تبقى فاهمه هتدفع ايه، عشان الناس تبقى يعني احنا ندي الناس شويه ارقام مهمه. اولا كل الخاضعين لقانون 79 سنه 75 دول يا جماعه انتوا 6 مليون موظف في هيدفع، هو هيدفع عن نفسه 1% من اجل اشتراك اولاده. اول ولدين كل ولد يدفع 1%.
بعد الثاني هيدفع 1.5%، زوجاته الغير عامله هيدفع لها 3%، فكل واحد من الموجودين يحسب لنفسه يحسب كام. الاب يعني لا هيدفع بس هو في المقابل ايه؟ عشان ما حدش يقول لي اصل انا طب انا راتب 1000 جنيه هدفع كده ممكن، لا هتاخد خدمه محترمه. انت مش هتلجأ ساعتها تروح لمستشفى خاصه عشان تعمل عمليه بكام الف. لا صحيح. اي بص، عشان في حته مهمه جدا، ما فيش مستشفى تدخل تحت مظله التامين الا لما تمر بشروط معقده جدا. صحيح. لصالح المريض ولصالح المستشفى، الاعتماد والجوده. طبعا دي مهمه جدا. بعد كده في بقى القانون اللي هو صدر في 76 108 والقانون 112 سنه 80. 76 108 نقول بشكل عام الناس اللي عندها سجل تجاري واصحاب الشركات الاستثماريه ورؤساء مجلس الاداره والاعضاء المنتدبين واللي عنده اكتر من 10 فدادين املاك. طب نيجي بقى ال 112 لسنه 80 اللي هو ايه؟ اللي هو العامل لدى نفسه، اللي هو واحد على مركب صيد بس ما عندوش عمال. يعني هو واحده مثلا بتشتغل، اللي بيشتغل في منازل اللي في مناطق معينه، يعني كله داخل. تمام. العمد والمشايخ داخلين في 108 لسنه 76، وهتدفع نسبه معينه من الدخل بتاعك. طبعا اللي عنده سجل هيدفع 5% من دخله، 5% عن نفسه. عن نفسه. نيجي بقى اشتراكات لاولاده هيبقى 3% لمراته، 1% اول طفلين، 1.5% بعد اصحاب المعاشات والارامل 2%. هيدفع برضه لاصحاب المعاشات، هيدفع برضه لزوجته واولاده نفس الوضع. فكله دي يا فندم دي على فكره دي مصادر للتمويل. صح. انت تروح تدفع يعني انت يعني لو حسبتها او حسبناها كلنا هتلاقي ان اللي ممكن تاخده من خدمه لا يساوي هذا. هو هياخد، بس عشان في حته هتبقى مهمه جدا يا جماعه. زي ما قال الدكتور حسن، خدمه هيئه الرعايه الصحيه دي بتأدي الخدمه. بالبلد كده ببساطه هتبيع الخدمه لهيئه التامين الصحي. وهيئه التامين الصحي هتشتري الخدمه منه. وانا اروح ادفع الفلوس اللي انا الخدمه اللي هتلقاها اروح ادفعها لهيئه التامين. يعني منفصلين عن بعض. هيئه التامين هي التمويل والاداره. وفي نقطه مهمه جدا، هيئه الاعتماد والجوده هصدر بها قرار من رئيس الجمهوريه بترشيح مجلس الوزراء. ما فيش حد هيبقى موجود في هيئه الاعتماد والجوده له اي اسم في مستشفى ولا صيدليه ولا اي حته، ملوش اي استفادات خاصه. يعني محفوظ رمزي عنده صيدليه ممنوع يدخل، ولا اي حد مالك اي حد مقدم خدمه، اي حد مقدم خدمه مش هيقترب ناحيه هيئه الاعتماد والجوده، هيبقى ليها الضبطيه القضائيه، هيصدر بها قرار من وزير العدل. صحيح. فبالتالي حضرتك هتنزل كراجل هتنزل تفتش على الدكتور حسن في عيادته، شوف هو التزم ولا ما التزمش. بس هو لازم يكون متخصص طبعا. ده الموضوع على فكره ده في حبس. في حبس. يعني حضرتك اللي بيحصل دلوقتي في التامين الصحي ان يروح مريض ياخد دواء من مستشفى تامين صحي عشان يروح بيها. طب اروح ابيعها، اروح اخد جهاز ده اروح ابيعه. فيها حبس للي سهل له والوسيط، واللي خد الخدمه هيتحبس فيها غرامه او حبس. الاثنين موجودين محتاجين قانون صارم جدا عشان ننجح المنظومه. دكتور، احنا قلنا في يعني جزء التمريض ده مهم جدا، يعني برضه في البلاد الاوروبيه والبلاد المتقدمه. طب انا قبل ما ادخل في التمريض اتفضل يا فندم، انا عايز بس اضيف جزئيه على كلام الدكتور محفوظ، جزئيه مهمه جدا جدا. احنا قلنا ان في 3 هيئات منوط بيها تطبيق نظام التامين الصحي الشامل. هيئه الرعايه الصحيه اللي بتقدم المنافذ، اللي بتقدم الخدمه، وتامين الجوده والتمويل. نقطه التمويل دهيت واداره المنظومه. انا عندي مثلا مريض، اللي هي الاسعار بقى اللي المفروض المريض هيتحملها في جزء من الحاجات اللي هتخدمه، الفحوصات والاشعاعات والزيارات المنزليه. انا عندي مثلا مريض هيجي يقول انا عايز طبيب يعمل لي زياره منزليه، هيدفع 30 جنيه 30 جنيه. طيب هيعمل اشعاعات له، هيدفع من الاشعاعات 10% بحد اقصى 100 جنيه. طب نقطه بقى انا قبل اقول معلش في اسئله بتلح عليا. طب الزياره المنزليه 30 جنيه دي المسافه ما بتحسب فيها المسافه انه ينتقل؟ انا ماليش دعوه. بص سيادتك الطبيب اللي هيعمل زياره منزليه ما هو متعوض بقولنا براتب عالي جدا، فمش هيبص لا 30 ولا 40 ولا اي حاجه. دي رقم واحد. رقم 2، انا لما يجي لي مريض هيعمل اشعاعات وهيدفع 10% من الاشعاعات بحد اقصى
100 جنيه 100 جنيه واشعاعاته، احنا عارفين ان في اشعاعات دلوقتي وصلت 1000 جنيه الرنين المغناطيسي صحيح، مثلا، صحيح. وفي اشعاعات وصلت 800 جنيه. اما يعمل اشعاعات ب 2000 جنيه ويدفع حد اقصى 200 جنيه او 100 جنيه لا 100 جنيه لا 100 جنيه ولا 50 جنيه، رائع جدا. ده رائع جدا. آه. ده خلي الناس تجري على التامين الصحي. صحيح. الحاجه الثانيه، اما يجي المريض يدفع 5% من قيمه التحاليل بحد اقصى 50 جنيه، ده في تحاليل لو اتكتب له ليست التحاليل PCR وفيروس رقم بي رهيب. وسي وسي ومش عارف ايه وجي بي تي وجي او تي وفحوصات كبد وكلى وكلام من ده وانزيمات قلب، هيخش في 2000 جنيه. اما يدفع منها 50 جنيه يبقى اذا مريض التامين الصحي مستفيد استفاده كامله. والقانون ده يفرق فرق السماء من الارض عن القانون القديم، لانه كله مزايا بالنسبه للمريض، وخصوصا صحيح. المريض الغير قادر. الغير قادر بقى اللي هو مين؟ اللي الدوله اتحملت بالفعل. تكلفه ميزانيه التامين الصحي هم بتاعها 23 اللي هم مليون 23 مليون 7 من 10. 7/10. هو المريض ده كان بيلاقي حد يسال فيه قبل كده؟ على الاطلاق، معلش على الاطلاق. مفيش. صحيح. كان بيعاني ويعاني عشان مر يلاقي المعاناة. خدمه طبيه. صحيح. كان يروح مستشفى يكشف عليها الواقف، يعمل مش عارف ايه، لو جه يعمل اشعه كان بيعملها على حسابه في اي مكان بره، يوصل 800 جنيه. مين اللي من الناس دي كان معاه 800 جنيه او 1000 جنيه عشان يعمل تحليل او اشعه؟ الدوله كفلت له نظام عادل محترم للكشف والعلاج وتقديم الخدمه. اجي بقى على نقطه دكتور اخويا محفوظ قالها، اللي الدواء. انا عندي تكلفه الدواء كام؟ 20% بحد اقصى كام يا دكتور محفوظ؟ 100 جنيه. 100 جنيه. طب انا عندي في ادويه، صحيح. وادويه مزمنه وادويه كذا، صحيح. المريض يتحمل 100 جنيه ويتعالج وياخد خدمه طبيه متميزه طيب بثمن ده، يبقى مين المستفيد؟ طب دكتور، عشان بيقولوا إيه؟ المريض. الوقت دهمنا بشده وكلامكم بديع ورائع يعني، وفي استفاده كبيره جدا للمشاهدين. في جمله دكتور محفوظ يعني 10 ثواني، اتمنى ايه في القادم ان شاء الله؟ بالنسبه لقانون التامين الصحي، احنا املنا بعد هو القانون خلاص صدر، املنا في اللائحه التنفيذيه اللي حاليا بتوضع خلال شهر او شهرين تصدر. طبعا حضرتك عارف عشان الناس برضو تبقى فاهمه على السريع، القانون هتعمل على 6 مراحل. صحيح. 6 مراحل. احنا القاهره الجيزه او القاهره والقليوبيه المحافظات الكبرى اخر طيب. اخر حاجه. طيب صحيح. الدواء. طيب. الدواء اتمنى ان الدواء دي مهمه جدا. طيب صحيح. الدواء التصنيع الدوائي والشركات اللي بتنتج دواء تبقى كلها ممثله تحت مظله التامين جميل. الصحي. دكتور في جمله سريعه. في جمله واحده عايز اقول ان نظام التامين الصحي الشامل الاجتماعي ان الدوله عملته بقياده الرئيس المحترم عبد الفتاح السيسي ليضمن حياه كريمه وعلاج صحي صحيح. امن ومحترم لكل المواطنين على السواء. دكتور حسن نورتنا وسعدتنا. شكرا جزيلا. دكتور محفوظ نورتنا وسعدتنا. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، في نهايه حلقتنا الشكر موصول لكم انتم مشاهدينا الكرام، وهذه تحيه فريق عمل برنامج العاصمه والناس، وتحياتي صلاح عبد الله. في امان الله.